الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مرة في الروضة في المسجد ووقف. تخيل الرسول جالس، الله يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والله اني جالس اليوم اتخيل هذا الموقف، ان الرسول جاي الان دخل المسجد فوقف الناس كذا ما يدرون، فالتفت على الصحابة قال ابو بكر في الجنة، وكلهم بدأ يجلس زين وده فيه اليوم يعني فيه توزيع جوائز. ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عثمان، علي في الجنة. الصحابة يقول كل منا يرفع راسه عشان يشوفني، لأنه خلاص في الجنة في الجنة. أنا بالله طبعا ذكر العشرة كلهم المبشرين بالجنة وجلس يعددهم وسأذكر أسمائهم الآن، لكن أبغاكم تتخيلون أرجوكم أنتم ومن تشاهدونني، تخيلوا الآن النبي واقف معنا هنا ويناديكم أنتم بأسمائكم اسم اسم، يا زياد ويا فراس ويا راجح ويا سعود ويا أحمد ويا بدر ويا حصة ويا نورة ويا فاطمة ويا منيرة يناديك باسمك، أنت في الجنة. بالله عليك كيف راح يكون شعورك؟ تبغى تستشعر أكثر؟ تخيل يوم نخرج من قبورنا يوم القيامة، تخيل انك طالع من القبر، شو اسمك أنت؟ مامون، وتطلع فإذا برسول الله أمامك يقول مامون أنت في الجنة، تعال فلان أنت في الجنة. هذا المشهد سيكون غصب، ولذلك النبي وقف الصحابة يناظرون، عد العشر المبشرين، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ثم سكت، والصحابة العشرة هؤلاء ضمنوا الجنة بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.